هنتكلم النهاردة عن مجموعة دايسون للشعر، وهعرض لكم القطع اللي بتتكون منها المجموعة، وكمان هنجرب كل قطعة لوحدها. جبت الشعر ده وغسلته كويس عشان نجرب عليه. والاكستنشن ده عبارة عن شعر طبيعي، وعشان كده انا كنت بنشفه من المية، بتعمل معاه معاملة الشعر العادي الطبيعي. وفي الخلفية معانا القطع بتاعة دايسون، وطبعا العلبة اللي عليها اسم. فلو عايز تجيب مجموعة دايسون هدية لحد ويتكتب عليها اسمه، هاتها من الفرع نفسه. اول قطعة معانا وهي المجفف، ولكن القطعة دي مش بتيجي مع مجموعة دايسون. انا طلبتها من امازون كاتاشمنت بتضاف للقطع الاصلية، وده لان القطع الخمسة الاساسية مفيهمش استشوار، ولكن الاستشوار هو جهاز بيتشرى لوحده. تقدر تشوف فيديو مشتريات من امازون كان منهم الاتاشمنت دي. اول حاجة، ولان الشعر مبلول لازم هنشفه بالقطعة دي. عجبتني جدا الاتاشمنت دي، كانت ضرورية جدا، وانا نشفته تقريبا بنسبة 70%. بعد كده هنجرب البروش. دايسون حطلنا فرشتين للشعر، رغم ان هما نفس الشكل لكن كل واحدة ليها استخدام مختلف. دي بتستخدم للشعر الناعم او الخفيف او المظبوط. الشعر طبعا ناشف بنسبة 70%، فهي هتخليه ناشف بنسبة 100% او 90%. ما استخدمتهاش على الشعر كتير، ووصلت لي النسبة لحد 90%. دلوقتي هنجرب البروش التانية، والبروش التانية دي بتستخدم للشعر الكثيف او المجعد. تعالوا نشوف. انا عن نفسي بحب استخدم البروش دي جدا. وبعد كده هنجرب قطعة اسمها قطعة التمليس. كنت شفت عليها فيديوهات ان هي بتضيع التقصيف. المهم يلا نجربها عشان نعرف هي فعلا بتعمل كده ولا لا. بصراحة القطعة دي مستفزة بالنسبة لي وما بفهمهاش بصراحة، بس لو عجبتكم تمام. بس بقى هنروح لأحسن قطعة في المجموعة كلها، القطعة اللي أنا بسببها أصلا جبت مجموعة دايسون، إن أنت تعمل بيها أسرع ستايلينج في التاريخ. في دقيقتين بس بتكوني عاملة ستايلينج لشعرك، وتقدري إن أنت تروحي في أي حتة. تقدر تعمل تمويجات للشعر لبره أو لجوه، وده بفضل إن فيها اتجاهات كمان للحرارة. عايزه اقول لكم ان انا بعملها بطريقه عشوائيه جدا، من غير اي تنظيم او ترتيب او حتى خبره او اي حاجه. انا بس بوجهها ناحيه الشعر وهي بتشد الشعر عليها. فلو انت ما بتعرفش تستخدم مكوى استشوار، انت مش محتاج ان انت تبذل اي مجهود. انت في دقيقتين هتستايلنج شعرك باحسن الاشكال. القطعه دي هي قطعه رفيعه، في منها قطعه تانية اكبر منها في الحجم، وهنا انا بوريكم ان هي ليها اتجاهات بتقدر ان انت تغيرها من الجزء اللي فوق. القطعة دي هي القطعة اللي فاتت، ولكن هي بدل ما هتعمل حلقات الشعر على ارفع هتعملها على اوسع. انا مش هقول رأيي عشان انا كده بصراحة بحب القطعتين دول قوي. واخر قطعة معانا هي البروش دي، بتقدر ان انت تستايلنج منها برضو بالظبط كده، وانتوا تقدروا ان انتوا كمان تعملوا اشكال احسن من اللي انا عاملاها، لان انا بعمل بطريقه عشوائيه جدا. سعر المجموعه 1900 درهم على امازون. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات.